السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الفكرة رقم 3، والفكرة بعنوان قراءة الفولتميتر بيحب ولا بيكره. ايه بيحب ولا بيكره ديت؟ تعال نركز كده. طبعا تعال نلخص كده بسرعة قراءة الفولتميتر. انا لو عندي فولتميتر متصل على بطارية، يبقى في الحالة ديت ال V بتساوي VB ناقص IR سمول. طيب ينفع برضو قراءة الفولتميتر اللي على البطاريه بتساوي في بي زائد اي ار سمول. امتى اعوض بده وامتى اعوض بده؟ ده لو البطاريه بيحصل لها عمليه تفريغ. طب اعرف ازاي ان البطاريه بيحصل لها تفريغ؟ من كذا حاجه. اول حاجه، لو في بطاريه واحده في الدايره يبقى لازم بتفرغ، يعني لازم بتنتج كهرباء. تاني حاجه، لازم التيار بيخرج منها من الموجب. يبقى البطاريه اللي بيحصل لها تفريغ لو في عمود واحد في الدايره بيحصل له تفريغ، مفيش خلاف ده. اتنين، لان هو بينتج الكهرباء، هو اللي بينتج الكهرباء للدايره الكهربيه. لو انا عندي عمودين والتيار خارج من الموجب يبقى بيحصل لها تفريغ. طيب لو انا عندي عمودين متوصلين توالي معكوس، يعني ايه توالي معكوس؟ يعني الموجب بالموجب او السالب بالسالب. في الحاله ديت ده اسمه توالي معكوس. البطاريه الكبيره بيحصل لها تفريغ والصغيره بيحصل لها شحن. او اعرفها بطريقه تانية، التيار لو بيخرج من الموجب يبقى البطاريه بيحصل لها تفريغ، لو داخل للموجب بيحصل لها شحن. يبقى انا اعرف البطاريه اللي بيحصل لها شحن ازاي؟ اولا لازم يكون في عمودين على الاقل، واحد فيهم توالي او الاثنين توالي معكوس، يعني الموجب بالموجب والسالب بالسالب. واحد بيفرغ والتاني بيشحن. طب اللي بيشحن ده هعرفه ازاي؟ ان هو العمود الاصغر في العمودين دول. تاني حاجه، ان لازم التيار يدخل للموجب بتاعه، بيشحن بيستهلك كهرباء. طيب الفكره اللي بعد كده، ان انا لو عندي بقى فولتميتر على بطاريه، بس البطاريه دي الار سمول بصفر او التيار بصفر، ده او ده، يبقى في الحاله دي الفي بتساوي الفي باتري، سواء بقى البطاريه بتفرغ او بتشحن. طب لو انا عندي فولتميتر متوصل على مقاومه، يبقى انا عندي الفي في الحاله دي بتساوي اي في ار. اي اللي داخل المقاومه في الار للمقاومه. يبقى انا عندي كام قانون للفولتميتر؟ 4 مهمين جدا دول اساسيات. لو البطاريه بيحصل لها تفريغ يبقى في بتساوي في بي ناقص اي ار. وفي الحالة ديت لو الاي زاد الفي تقل. السالب ده يخليهم عكس بعض، علاقة تناقصية. طيب هنا بقى البطارية اللي بيحصل لها شحن، الفي بتساوي في بي زائد اي ار. الاي زاد الفي تزيد، الاي قل الفي تقل، زي بعض. يبقى دول زي بعض ودول عكس بعض. هنا مهما التيار زاد او قل، لو مفيش مقاومة داخلية يبقى الفي ثابتة. هنا في القانون الفي بتساوي اي في ار، العلاقه بين الفي والاي علاقه طرديه عند ثبوت الار. لو الار ثابته الاي زاد الفي زاد، الاي قل الفي قل. تعال نحل بقى السؤال. بيقول لي في الدائره الكهربيه الموضحه بالشكل، هنركز، هتلاقي في عمود واحد، يبقى ده بيحصل له تفريغ. عند زياده الاس دي زادت، ايه اللي هيحصل لقراءه الفولتميتر في 2؟ قاعده بقى اعرفها. الفولتميتر في 2 ده اللي بيحصل له تفريغ بيحب الاس. يعني ايه بيحب الاس؟ الاس زادت يبقى هو على طول ايه؟ يزيد. يبقى في 1 في 2 ده هيزيد. يبقى الفولتميتر في 2 اللي على البطاريه اللي بيحصل لها تفريغ بيحب الاس. الاس زادت يزيد، الاس قلت يقل. طب ما الاس زادت يبقى هو ايه؟ هيزيد. طب لو عايز تشتغلها بالتفصيل هتقول ان الفي 2 ده تفريغ، يبقى بتساوي في باتري ناقص اي ار. تعال نركز بقى، الاس زادت يبقى التيار يقل، وطالما التيار قل، لسه قايل لك السالب ده بيخلي لو التيار ده قل يبقى الفي دي اللي يحصل لها تزيد، يبقى في 2 زادت. طيب في واحد دي عايز تركيز شويه. الفي واحد دي موجوده على المقاومه، يبقى القانون بتاعها اي في اس. الاس لو زادت التيار يقل. صعب ان انا احدد هنا اقول ايه اللي حصل للفي، هل هو زاد زي الاس ولا قل زي الاي؟ فعشان كده بلجأ لطريقه تانية، ان انا بوصل هنا فولتميتر اسمه في 3. المفروض ان في 2 ده اللي خارج من البطاريه، ده فرق الجهد اللي خارج من البطاريه. في 2 ده المفروض بيساوي مجموع الفيهات بتاعت المقاومات، يعني بيساوي في 1 زائد في 3.
طب ما هو في 3 ده هيساوي اي في ار، واحنا لسه قايلين الار لو ثابته الاي قل يبقى الفي 3 هيقل. طالما الفي 3 قل والفي 2 زاد يبقى لازم في 1 يزيد. تاني، الفي 3 الفي 2 ده هيساوي في 1 زائد في 3. طب ما هو الفي 2 واحنا لسه قايلين هو زاد، والفي 3 ده اللي هو على المقاومه ار، المقاومه ار ثابته، الاي قلت يبقى الفي 3 هيقل، يبقى لازم ده يزيد عشان يعوض الزياده دي. يبقى الاجابه الصح تزداد قراءه في 1 وفي 2. تمام، ويبقى كده خلصنا الفكره ان شاء الله رقم 3، واستنونا في الحلقه الجايه مع فكره جديده من سلسله الحته اللي بتيجي.